من قبل ميليشيات الحوثي في صنعاء على هؤلاء المشايخ. غصبا عنكم تهدون الرأي العام، تهدون الرجال على أرض الواقع. صراحة أنا أقولها، وفي عدة مشايخ وفي عدة أسماء، ولكن نسأل من الله أن يرجع لهم الحمية والغيرة والنخوة. طيب ايش مصلحات يا يوسف، ايش مصلحات الشيخ علي الضبيبي؟ يعني لو قلنا هو ما اعتقدش انه لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، اعتقد انا. لكن أوامر يا سالمي. هو ممكن سالمي يعني يهدي الوضع بس. يا سالمي أوامر. هل هو بياخذ أوامر؟ نعم ضغوطات. يعني لما يجي لك يعني بالاول والاخير طاهر السياغي انسان بسيط فقير. طيب ويجي لك يا الشيخ الفلاني اوامر من عند ابو علي ولا من عند محمد علي، ولا يقول لك هدي الوضع. هذا بحد ذاته الاتصال ضغط، لانك اذا لم تهدئ الوضع بيهدئوا راسك. طيب في واحد كتب لي ايش اللي يثبت انهم تلاعبوا بالقضيه رغم انه قد جاوب عليها يوسف اعتقد. يقول لك ايش اللي يثبت، ايش الدليل اللي عندك القضاء ما تكلم ولا حد تكلم انه صار تلاعب؟ انت كيف عرف يوسف؟ كيف درى؟ قالها الوحي يعني؟ طيب قل له، رغم اني قل له خلى بنتك. طيب قل له يا سالمي، يعني كيف انت قل له خلى بنتك ولا اختك بمكان جنات. ما قل له انت توجه له رساله، هو موجود يحط بنته ولا اخته بمكان جنات، ويجلس الى الان 5 شهور وهو يشارع ويتضرب بالمحكمه ويضربوا عساكر السجن ويجوا له مشايخ يتلفظوا عليه، ويجي لي بعد 5 شهور يقول لي ما فيش تلاعب، وانا اقتنع. طيب في جاب لي ابو الرجال سؤال ما فهمته كثير، لكن راح اقول لك. ما قصه الداعم الذي يعرفه يوسف ويشوه بابو جنات في البثوث؟ عندك معلومه عن السؤال هذا او عن الداعم؟ لا سكيب. اوكي. طيب يقول لك ردك على مصطفى المومري في بعض التصريحات اللي قالها لطفلات جنات وابو جنات وعن القضاء اليمني بصراحه. شوف مصطفى المومري وقف نوعا ما وقفه بطوليه مع والد الطفله، لكن مقطعه الاخير عندما كان منزعج وغاضب هو من اجل ان يبرر اليوم الثاني على ان طاهر لم يعرض عليه التوقيع. استقطب الشعب في البدايه بالتصريحات الناريه حقه على ميليشيات الحوثي، واليوم الثاني